مساء الخير، أو يمكن مساء الحنين للأماكن اللي سكناها وللناس اللي سكنوا جوانا. أنا مروة حامد، ومن شباك قديم هاتوا معاكم كوباية الشاي وافتحوا معايا شباك الليلة، وتعالوا نسافر سوا لرحلة يمكن كلنا بنعملها من وقت للتاني من غير ما نتحرك من مكاننا. روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي، ورفرفي يا قلوبنا فوق اللي فات، وبصي للي جاي وانتي بترفرفي. تخيلوا معايا اللحظة إن الزمن رجع بيكم سنين طويلة لورا، ولقيتوا نفسكم واقفين قدام باب بيتكم القديم، نفس الباب، نفس اللون، نفس الجرس، ونفس ريحة السلم. تمد ايديك وتفتح الباب، بس قبل ما تدخل مين أول شخص تتمنى تلاقيه جوه؟ سلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني، بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. عارفين، احنا اوقات كتير بنقول اننا مشتاقين للبيت القديم، لكن الحقيقة يمكن احنا مش مشتاقين للحيطان ولا للأوضة ولا حتى للبلكونة وبس. احنا مشتاقين للناس اللي كانوا هناك، للضحكة اللي كانت بتملى البيت، للصوت اللي كان بينادينا، للوجوه اللي كانت مطمنانا بوجودها. يمكن حد فيكم دلوقتي افتكر والدته، ريحة الأكل وهي طالعة من المطبخ، صوتها وهي بتنادينا وبتقول تعالوا كلوا قبل ما الأكل يبرد. وجايز حد افتكر والده وهو راجع من الشغل شايل كيس صغير فيه حاجة حلوة أو فاكهة. مجرد وجوده في البيت كان كفاية يحسس الكل بالأمان. وفي ناس أول حد جيب بالها دلوقتي الجدة، ست الحبايب التانية اللي كانت بتحكي حكايات وتدعي من قلبها وتحسسنا ان الدنيا مهما كانت صعبة لسه بخير. وفي ناس ما افتكرتش شخص كبير، افتكرت أخ أو أخت كانوا بيتخانقوا معاهم طول الوقت، لكن لو الزمن رجع كانوا حضنوهم بدل كل الخناقات. الغريب إننا وإحنا صغيرين كنا فاكرين إن الناس هتفضل موجودة دايما، وإن كل يوم شبه اللي قبله، وإن لمة البيت عمرها ما هتنتهي. لكن الأيام كان عندها رأي تاني. كان يا مكان الحب مالي بيتنا، ومدفينا الحنان مدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا، والراحة والأمان الراحة والأمان. في ناس سافرت وناس كبرت وناس اتغيرت، وفي ناس مشيت وسابت جوانا فراغ، ولا ألف بيت جديد عارف يملاه. علشان كده لو حد سألني دلوقتي ايه اكتر حاجة وحشتك في بيتك القديم، يمكن مقولش الحيطان ولا الأوض ولا حتى البيبان وبس،
هقول الناس اللي كانوا بيحولوا المكان لبيت سعيد. وأعتقد إن أجمل حاجة في الذكريات إنها بتعرف ترجع لنا الناس، حتى لو لدقايق، حتى لو في خيالنا. وأوقات لحظة حنين واحدة بتخلينا نحس إنهم لسه قريبين. عارفين، يمكن كل واحد فينا عنده بيت قديم خاص بيه، حتى لو العنوان مختلف والمدينة مختلفة والحكاية كلها مختلفة، لكن الشعور واحد. بيت كان فيه ناس بنحبهم وناس بتحبنا، قبل ما الدنيا تتغير، وقبل ما الهموم تكتر، وقبل ما نتعلم إن بعض الأبواب لما بتتقفل ما بترجعش تتفتح تاني. بعد الأيام بتعدي بينا وبتدي ما بتديش، نفضل وهي تعيش غرورة ما بيديش. بس الحمد لله إن الذكريات لسه معاها المفتاح، مفتاح يرجعنا ولو لدقايق لأجمل ناس وأجمل أيام وأجمل نسخة من نفسنا. وقبل ما نقفل شباك الليلة، عايزة أسألكم سؤال. لو فتحتوا باب بيتكم القديم دلوقتي، مين أول شخص تتمنوا تلاقوه جوه؟ ونفسكم تقولوله إيه؟ اكتبولي في التعليقات. يمكن بين حكاياتكم نلاقي ناس كتير غابت عن عيوننا، لكن عمرها ما غابت عن قلوبنا. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وفي آخر الحكاية، يمكن الزمن ما بيرجعش، ويمكن البيوت بتتغير والشوارع بتتغير والدنيا كلها بتتغير، لكن في حاجات بتفضل عايشة جوانا طول العمر. كنت معاكم مروة حامد ومن شباك قديم. وخليكم دايما فاكرين إن بعض الناس حتى لو غابوا عن عيوننا وسابوا البيوت، بتفضل ريحتهم وذكرياتهم موجودة طول الوقت، وبيسيبوا جزء كبير منهم في قلوبنا. تصبحوا على ذكرى دافية وباب قديم، كل ما نفتحه في خيالنا نلاقي اللي بنحبهم مستنيينا جواه. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين، ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين عن زمان وأيام زمان وحكايات أول